اليوم نقولها الزميل حفيظ الدراجي انا لمتو بزاف كي صرح تصريح يعني غير لائق، يعني غير مبرر وما جاش في وقته. كي قال لك الكاف قررت حسمت الموقف وسوف تمنحها للمغرب. هذه اكذوبه. لكن كواليس الكاف احنا عندنا المره دي سميوها كواليس. نوليو في 2019 زاد الشيء ما كانش في البيرو اكزيكوتيف تاع لاكاف، ما كانش في البيرو اكزيكوتيف تاع الفيفا. رحنا لمصر. مصر كانت عندهم كنت تكلموا بلي ديناصور دي فوتبول. كان ابو ريده في مصر وكان القجع في الديوان كوب افريك. انا شوف انا مصطفى معزوزي الجزائري هذا يلزمني كشخص وكمواطن نحترم قوانين تاع الفيفا والقوانين الجمهوريه الجزائريه. انا ولا ندير كوب افريك بالحرام ما نديرهاش. أنت الآن قبل قليل لمت حفيظ الدراجي قلت لماذا يقول أنه المغرب حسمت الكان للمغرب. ألا تظن أن هذه التصريحات ستشكل أداة ضغط على الكاف، خصوصا وأن حفيظ الدراجي لديه يعني وزن في كرة القدم؟ شوف لا كاف ما لازمش تمشي هكذا، ولا مشات هكذا سي بلو غراف. هذا صحفي، هذا زميل ويخدم في قناة رياضية، يقدر يعطي رأيه، يقدر يدير تحليل، لكن يعطي معلومة مؤكدة يقول لك بلي الجزائر سوف لن تفوز. أنا اليوم نقول لك أنا مصطفى معزوزي نقول لك بلي عندنا حظوظ كبيرة باش نفوزوا بتنظيم كأس إفريقيا 2025.